تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة بيوكرا زوال اليوم الثلاثاء 21 من فبراير الجاري من توقيف شخصين يبلغان من العمر 36 و 42 سنة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في الخمور بدون ترخيص. وجرى توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى المنطقة القروية الصفاء، بناء على مذكرات البحث الصادرة في حقه، قبل أن تسفر إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن ضبط المشتبه فيه الثاني وحجز ما مجموعه 334 لترا من مسكر ماء الحياة، فضلا عن مجموعة من المعدات التي تستعمل في تقطير وإعداد هذه المادة. كما أظهرت عملية تنقيط هوية المشتبه فيه الرئيسي بقاعدة بيانات الأمن الوطني أنه كان يجري البحث عنه من طرف مصالح الدرك الملكي للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية مماثلة. وتم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.